اطلع اطلع، وش ايدك وش ايدك وش ايدك، جود وش ايدك، جود جود جود، كمان تاني كمان تاني كمان تاني، هوب وش ايدك، ايوه كده، جود جود، كمان تاني كمان كمان، هوب كمان تاني، هوب كمان تاني، هوب، برافو عليك، اهو جود جود جود، ابو هاد كمان تاني كمان كمان يا وحش، كمان يا وحش، هوب احسن، اعمل استرتش ورا، برافو عليك. بالنسبة للناحية المدنية الفترة اللي فاتت احنا قعدنا اسبوع بسبب الاحوال المادية، ودي عشان خاطر طبعا احنا فقدنا حاليا دلوقتي 50% من اللياقة البدنية اللي احنا كنا واخدينها في فترة الاعداد اللي بدأت. اما باذن الله ان شاء الله الفترة اللي جاية هنقدر هنعمل التأهيل بتاعنا وهنبدأ نشتغل الفرقة على اساس ان نستعيد اللياقة البدنية بتاعت الفرقة والحاجات الفنية باذن الله. يعني خلال الاسبوع اللي جاي دوت هناخد تحملات ومعدلات سرعه وقوه بحيث ان احنا نقدر نظبط الفرقه في الايام اللي جايه غصبا عننا كجهاز فني وكلاعبين. اللي حصل بالظبط ان احنا قعدنا في حدود 40 يوم ما لقيناش حد يسال علينا ولا كان لينا مرتبات، حتى ما كانش حد كان فكر ان حتى يطلع لنا المرتبات بتاعتنا. فحتى اللعيبه كانوا قعدوا مع الكابتن علاء وقالوا له ان احنا هنقدر نستمر عشان خاطر الكابتن علاء. فقعدوا 10 ايام تاني بحيث ان هم كانوا متفقين ان هم هياخدوا الفلوس بتاعتهم الدفعه الاولانيه. فطبعا حصل ان الفلوس اتاخرت، فطبعا هم صبروا الفتره اللي فاتت. هي الفلوس بتتاخر ليه؟ صبرت لان حاليا النادي ما فيش الموارد الكافيه، وده الحال دوت على فكره. عشان لو احنا اتكلمنا هنلاقيه بتروجيت، هنلاقيه في الاسماعيلي، هنلاقيه في لكن احنا طبعا الفتره اللي فاتت السيد المحافظ عمل اجتماع مع الجهاز الفني، واحنا طبعا قلنا له على الظروف اللي احنا عايشينها. فطبعا هو الراجل ادانا 300,000 جنيه على سبيل القرض عشان نفك الازمه للاعبين. وطبعا ان شاء الله الامور اللي جايه احنا بنطمن الجمهور، بنطمن المحافظه كلها، وبنطمن الاستاذ المحافظ ان الامور ان شاء الله هتتظبط، وان الناس كلها تتكاتف ان على اساس ان كل الناس هتتضامن مع فريق المنيا في الفتره اللي جايه، ويبقى فيه استعدادات كويسه باذن الله. بالنسبه لاستاد المنيا حاليا في مشاكل كثيره، قاعدين هم في اصلاحات موجوده. الاصلاحات دي هتاخد وقت كبير في حدود سنه ولا سنه ونص. طبعا استاد الجامعه طبعا الدكتور يحيى تفضل مشكورا جهز الملعب واحنا حاليا بنتمرن فيه. لو في موافقه امنيه من الامن هنقدر نلعب عليه وعشان نسعد جمهور المنيا. اما ما كانش فيه طبعا موافقه امنيه، فهنضطر ان احنا نلعب المباراه بتاعتنا على استاد الكليات الحربيه او الجيش، اي حاجه للجيش يعني. حاليا الفلوس كلها طبعا ما فيش الا الفلوس ديت الموجوده ال 25% للاعبين، لكن احنا في الفتره اللي جايه باذن الله لازم هنعوز موارد كتيره عشان سفريات وماتشات واجهزه وملابس وحاجات كتيره. يعني المفروض ان الموارد ديت اللي هيتصرف فيها مجلس الاداره، اكيد كل واحد عنده ظروفه الخاصه، لكن موجود الكابتن، انا شايف الكابتن طارق والاستاذ مصطفى فتحي اعضاء مجلس الاداره موجودين. فما فيش مشكله، هم طبعا معانا وشايفين المعاناه اللي احنا بنعانيها، والايام اللي جايه باذن الله هنقدر. هي بتبقى ده الحال في بدايه الموسم ان بيبقى مفيش موارد كالسنين السابقه، فبتبدا في المواسم الاولانيه ان مفيش موارد، لكن لما العجله بتمشي الامور بتتظبط وبتبتدي هم يصرفوا فلوس، بيجيبوا فلوس من البث الفضائي، بيجيبوا فلوس من الاتحاد. وطبعا كان في فلوس، طبعا الكابتن طاهر أبو زيد كان بعت لنا قبل كده 200,000 وكان عاملين لنا معسكر في القاهره، فبنشكره طبعا الكابتن طاهر على الامداد اللي عمله معانا. انا بتمنى طبعا ان مجلس الاداره حاليا الفتره اللي جايه ان يبقى في تضامن وتكاتف في المجلس مع بعضيه، نبعد بعيد عن المشاحنات والخلافات، وكل الناس تتجمع لمصلحه نادي المنيا والفريق المنيا. ده اللي احنا بنطلبه من مجلس الاداره. اذا كانوا هم في تكاتف وفي تضامن، الموضوع هيبقى لينا احنا مصلحه للفريق الاول. اما اذا كان بقى طبعا المشاحنات واللي بيحصل في مجالس الاداره دوت، طبعا ده بينعكس علينا بالسلبي. فطبعا احنا طبعا مش هيبقى في كيان للفرقه، والفرقه زي ما صعدنا هنرجع تاني للهبوط من جديد تاني لو ما حصلش فيه تكاتف.